مسيو إدمون بطرس رئيس مؤتمر الأقليات، أهلا وسهلا فيك عبر تريبل إي. أولا وجودك بهذا المؤتمر يلي بيحد من تجارة البشر ويلي عم بيجرب يلاقي سوليوشن لهذا الموضوع، باعتقادك بينجح؟ بينجح، بس بينجح على المدى الطويل، لأنه إذا بدك تفتش على حلول بدك تفتش على الأسباب وجذور الأسباب. الأسباب كلها لكل المشاكل هي أسباب اقتصادية. يعني في كتير مواضيع التجار العلاقة بالإنسان. الامرأة اللي هي اليوم محور اللقاء شيء أساسي منهم، ولكن لتحرير الاتجار بالامرأة، الاتجار بالطفل، الاتجار بالرق، الاتجار بالإنسان، الاتجار بأعضاء البشر، هو أسبابه اجتماعية اقتصادية مالية محض. هيدي موجودة بكل المجتمعات العالمية، حتى بأغنى مجتمعات، لأنه بالمجتمعات الغنية والدول المتقدمة كمان في ناس بيقعوا بتعثر مالي أو بيخلقوا ببيئة فقيرة، بيضطروا يمشوا بطريق غلط. إن كان الشخص بيمشي بطريق غلط من موضوع تعاطي مخدرات أو تعاطي دعارة، أو شخص بيمشي غلط ويتحول إلى المجرم يخطف بني آدم ليبيعوا أعضائه أو ليبيعوا هو يتاجروا فيه. يعني في كلا الحالتين هيدي المشاكل متواجدة حتى بالمجتمعات الغنية، حتى اللي نحن فقط نحملها للمجتمعات الفقيرة أو المجتمعات الشرقية أو المجتمعات العربية أو المجتمعات الإسلامية. هيدي الآفة موجودة بكل المجتمعات عبر التاريخ، وخاصة بالدول الغنية. كنا عم نحكي قبل مع النائب نبيل نقولة، أحد الحلول يلي كانت مطروحة كانت أنه يعلوا سن الزواج ويثبتوه على 18. باعتقادك هيدا حل جذري؟ لا، هيدا منه حل جذري، وهيدا أحد الحلول، ولكن بنفس الوقت هذا بيخلق مشكلة، لأنه وقت المجتمع فقير عنده شخص عايشين ببيئة معينة، عايشين على التقاليد معينة، وعنده 4 5 6 بنات. طب لما أنت بتمنعه يجوز بناته عن سن يلي هلأ متفق عليه عالميا وخاصة بالشرق الأوسط، هون سن 16، علولا سن 16 عند المسيحيين وسن 14 عند المسلمين على ما أعتقد. طب إذا هو فقير وعنده بنات ومش قادر يعيشهم، شو البديل؟ البديل انه هن يبيعوا حالهم، مش عم نقول انه البي يبيع، ولا شو البديل؟ يعني نحن عم نحط بعض التكهنات وبعض الآراء من دون ما نفتش على بديل. يعني انت عم تسألني اذا هذا الحل، طب ما قبل ما اروح على الحل انا بدي اروح كمان على البديل. طب هالبنت اذا ما تجوزت عن عمر 12، يلي انا ضد الزواج المبكر بهالشكل هيدا، لانه مجحف بحق الانسانية مش بحق البنت الصغيرة فقط، ولكن كيف بدك تعطيها مقومات الاستمرار بالحياة، انه هي تتعلم، انه هي تعيش، انه هي تاكل، انه هي تلبس، اهلها يقدروا يقوموا فيها. فاذا هيدا الموضوع لازم يرتبط بمقومات اجتماعية متعددة، انه يكون في وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان ووزارات للشؤون الاجتماعية في الدول الاخرى تعطي بدائل، تعليم مجاني، مساعدات عينية، مساعدات غذائية، طبابة المجانية، مشاريع تنويرية لحتى يطوروا الفكر العائلي على مستوى الرجل، على مستوى الأم، على مستوى الأطفال. شو اللي بيربط الشعب المصري والشعب اللبناني؟ الترابط بين الشعبين اللبناني والمصري منه ترابط فني فقط، منه حشك بشك ولا دربكة. الترابط هو ترابط تاريخي بيربط لبنان ومصر، الفينيقيين والفراعنة، بشغلة كتير مهمة. الفينيقيين الفراعنة اكتشفوا الزجاج، هيك تعلمناها بالتاريخ بصفوف الابتدائية. الفراعنة اكتشفوا الزجاج والفينيقيين شففوه. عارف مين فنانك المفضل بمصر وبلبنان؟ بصراحة أنا أتأثر بالنص للأغنية، أو إن كان لمسرحية أو لفيلم سينما أو برنامج تلفزيوني. الفنان اللي ممكن يكون عم بسمع له أغاني ومتأثر بصوته وبالألحان اللي هو نوعا ما بيتبعها، إذا بسمع له برجع مؤخرا أغنية فيها هبوط اجتماعي أو فيها حث على العنف أو على شذوذ، بيطلع من راسي كليا. فالفنان اللي بيجذبني أول شيء بيجذبني بالشعر اللي هو تبناه ليحاولوا ليلحنه ويغنيه. هيدا هو الفنان اللي بيجذبني بالكلمات اللي هو قرر انه ينطق فيها من شفافه ويحسنها بحنجرته. بصراحة
ما بدي سمي، برجع بقول لك لانه يعني مثلا رح اعطي مثلا هيك، مع انه ما بحب سمي، يعني نانسي عجرم كلياتنا بنحبها واخلاقها عاليه ولكن غنت اغنيه لها علاقه بالطفل، وبتقول فيها بخلاصه انه اللي بيزعلك بقتله. طب ولد صغير، انا عم بحكي على بنتي كانت عم بتغنيها بالبيت وعم بتقول بقتله، يعني هذا يحث على القتل. يعني الولد صغير عم بغنيها وبتقول بقتله، اللي بيزعلك بقتله. كيف بيصير التأثير على الطفل للاتجاه إلى الجريمة؟ يعني اليوم مغني محبوب، الأطفال بحبوه، بيصيروا يغنوا اغنيته ومن دون ما يحسوا لا شعوريا بيصيروا يتبعوا النهج الموجود بالغنية اللي بتقول انه بقتله، اللي بيزعلك بقتله. على كبر هذا الولد اللي عمره 7-8 سنين، بس يصير رجال وعنده قدرات جسدية، اللي بيزعله شو بيعمل فيه؟ بيقتله. هذا السبب انا صرت اتاثر بالنص، لانه النص هو عم بياثر على مجتمعنا، ونحن اليوم موجودين بهذا المؤتمر لانه نعتبر حالنا معنيين اجتماعيا. صارت هيدي حياتنا بتلف حول الشؤون الاجتماعيه، الشؤون الاجتماعيه هي بتاخذنا وهي بتجيبنا، هي بتطلعنا وهي بتنزلنا. صرت انا متاثر بالنص مش بالصوت ولا باللحن.